عمرك اشتغلت في شركة وسمعت أول ما تعينت جملة إحنا عيلة وإحنا بنحترم بعض والقيم أهم حاجة عندنا؟ لكن أول ما يحصل خلاف لقيت المدير بيزعق لك، موظف زميلك يقل أدبه، أو ظلم بيحصل قدامك ومفيش حد بيحاسب؟ ساعتها بتسأل نفسك فين القيم وفين الكلام الحلو؟ وبتكتشف إن القيم لوحدها عمرها ما تبني ثقافة محترمة داخل الشركات. في حلقة النهاردة هنقول لكم لو الشركات عاوزة يبقى فيها نظام أخلاقي حقيقي لازم 10 حاجات يشتغلوا مع بعض. القيم values هي المبادئ الأساسية اللي الشركة بتؤمن بيها، زي الاحترام، التعاون، العدالة، الصدق. لكن القيم لوحدها مش بتجبر الناس على الالتزام، هي مجرد إعلان عن النية. مثلا القيم بتقول إحنا عايزين الناس تحترم بعض، وبعدين لازم في حاجات تانية تساعد على تطبيقها. ميثاق السلوك الأخلاقي Code of Ethics ده كتاب القواعد اللي بيحول القيم لخطوط واضحة، إيه اللي مسموح وإيه اللي ممنوع، وبيوضح العقوبات في حالة المخالفة. القيمة تقول احترم غيرك، والكود يقول لو وجهت إهانة أو استخدمت ألفاظ غير لائقة هتتعرض لإنذار أو خصم. الميثاق بيحط حد للتأويل الشخصي. السياسات والإجراءات Policies and Procedures القيم والكود بيحددوا الإطار، لكن السياسات بتشرح إزاي نتصرف في كل موقف. مثلا لو حصلت شكوى من تحرش أو تنمر هتعمل إيه؟ الشكوى خلال 24 ساعة، التحقيق يبدأ في نفس الأسبوع، النتائج تتوثق رسمياً، الإجراء يتطبق حسب اللائحة. بدون سياسات التنفيذ يبقى ارتجالي ويعتمد على مزاج الشخص. ثقافة المساءلة accountability يعني مفيش حد فوق القانون، حتى المدير العام. المحاسبة تكون للجميع وبشكل عادل بدون استثناءات أو حبائب، لأن بدون مساءلة النظام بيتحول لشكل من غير مضمون وتبقى القوانين مجرد حبر على ورق. التدريب والتوعية Training and Awareness مش كل الموظفين فاهمين القيم والسياسات. التدريب لازم يكون عملي مش مجرد presentation نظري، يشمل أمثلة واقعية على المواقف، توضيح الحقوق والواجبات، إرشادات للتصرف في حالات الظلم أو المخالفات. أصل التدريب المستمر بيقلل الأخطاء وبيحمي الناس من العقوبات الظالمة. القيادة بالقدوة Leading by Example المدير هو المراية. لو المدير بيحترم فريقه الفريق هيتعلم يحترم غيره. لو المدير بيتجاوز القوانين الفريق هيعمل زيه. القيم مش هتعيش لو القيادة مش بتطبقها على نفسها أولاً. قنوات الإبلاغ الآمنة Speak Up Channels لازم الموظف يعرف إنه يقدر يبلغ عن أي مخالفة بدون خوف من الانتقام أو التهميش. القنوات دي ممكن تكون إيميل مخصص، خط ساخن، نموذج إلكتروني سري. الأهم وجود ضمانات لحماية المبلغ. لو الناس خايفة تتكلم المخالفات هتستمر في الخفاء. الشفافية Transparency كل السياسات والقرارات لازم تكون معلنة وواضحة، مش أسرار داخل الإدارة. لو في تعديل أو تغيير يتبعت للجميع. الشفافية بتبني الثقة وبتمنع الإشاعات وسوء الفهم. القياس والتحسين المستمر Monitoring and Continuous Improvement النظام الأخلاقي مش حاجة ثابتة، لازم يتراجع كل فترة. هل الناس فاهمة القيم؟ هل القنوات شغالة بفعالية؟ هل العقوبات بتطبق بعدل؟ وبناء على الإجابات يتم تطوير السياسات والتدريب. تقدير السلوك الإيجابي Recognition and Rewards الالتزام بالقيم لازم يكون له مقابل إيجابي، مش بس عقوبات للمخالفين. التقدير ممكن يكون جايزة سنوية، خطاب شكر، ترقية مرتبطة بالسلوك. ده بيشجع باقي الفريق يلتزموا بالنظام، مش خوفاً من العقوبة لكن رغبة في التقدير. الخلاصة القيم الحقيقية مش مجرد شعارات على الحيط أو كلمات حلوة في الاجتماعات، هي نظام متكامل من 10 عناصر بيشتغلوا مع بعض. قيم زائد كود سلوك زائد سياسات زائد مساءلة زائد تدريب زائد قدوة زائد قنوات آمنة زائد شفافية زائد تحسين مستمر زائد تقدير. من غيرهم الثقافة تبقى كلام ومعاهم تتحول لواقع. قول لنا انت بقى، هل اشتغلت في مكان بيقول حاجة ويعمل عكسها؟ ولا فعلا شفت نظام عدل بيتطبق على الكل؟ شاركنا تجربتك.